الأيام الوطنية للأنشودة، والأغنية سيكرم فيها العديد من الأسماء، فيها عز الدين ميهوبي في العبابسة، الملحن مختار بوجليدة، وكذلك جميلة بوحرد كرمز ثوري. مباشرة لضيوفنا الأكارم اللي راهم حاضرين معنا في هذا الأثناء، أرحب بضيفي الكريمين النابغة محمد إسلام شاشي. صباح الخير. مرحبا بك. شكرا. كيف الأحوال؟ لاباس الحمد لله. لك لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. ونرحب كذلك بأبو إسلام المهندس جلالي شاشي. أهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح. مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إذا في هذا الأيام كنت قد استقبلت دعوة من سفارة فلسطين للمشاركة في فعالية ثقافية. أترككم للإفصاح عن مختلف التفاصيل الخاصة بها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الشكر لمؤسسة التلفزيون الجزائري على الاستقبال والدعوة، ويعطيكم الصحة لهذا التشجيع المستمر. الحقيقة محمد إسلام هو مثقف صغير جزائري يمثل أطفال الجزائر في هذه المناسبة الجميلة، هي يوم الثقافة الفلسطيني، وبدعوة من سفارة دولة فلسطين في الجزائر هذه المرة الثانية يشارك. ويعني اليوم الوطني للثقافة الفلسطينية الموافق لميلاد الشاعر الفلسطيني محمود درويش في 13 من شهر مارس، واحتفالات كذلك 19 من شهر مارس، يعني المناسبة كانت مزدوجة. ويعني إسلام، في مرورك في قاعة المجار كنت عملت شيء مميز، جمعت ما بين الثقافة الفلسطينية والشعر الفلسطيني والشعر الجزائري. وش تقدر تقول لنا مثلا على الشعر تاع محمود درويش؟ ارتأينا في هذه الأمسية في هذا الصباح الجميل أن الناس في الذكرى المزدوجة لعيد الثقافة الفلسطيني وعيد النصر الجزائري، نعم، أن ندعو ضيفا شرف من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ومن الحياة البرزخية إلى حياتنا الدنيوية، روحا لا جسدا. الأول هو قمر الجليل الشاعر الراحل الخالد محمود درويش رحمه الله وطيب ثراه، الشاعر الذي ملأ الدنيا شعرا ومواقف وسحر الجماهير بعفويته وصدقه. وضيف الشرف الثاني هو عملاق الشعر الثوري في عصرنا الحديث، شاعر الجزائر وشاعر المغرب العربي الكبير المجاهد الراحل مفتي زكريا رحمه الله وطيب. يا سلام، شكرا. ويعني قاعة المجار كلها يعني صفقت لإسلام هذا الموهبة وهذا النابغة. كيف ترعون هذا الموهبة سيدي الكريم أبو إسلام؟ والله محمد إسلام هو مشروع ثقافي جزائري أعد له قبل سنوات. نعم. ونعتني به في الأسرة، وعنده مجموعة من المستشارين في كل اختصاصات، في الشعر المنحون، في الشعر الفصيح، في التنمية البشرية، في تطوير قدراته في الإلقاء والخطابة. والحمد لله في المناسبة سفارة دولة فلسطين والمركز الثقافي الفلسطيني استضافه كأصغر مثقف جزائري يحفظ لمحمود درويش عشرات القصائد ويمتع الجزائريين ويمتع حتى الأخوان الفلسطينيين، ولأنه كان يمثل أطفال الجزائر في هذه الذكرى الجميلة، لنعد محمد الإسلام للقضايا الكبرى. نعم. ينشأ حتى للقضايا الراهنة. نعم، القضايا الراهنة خصوصا الأطفال. نعم. الأطفال لنطلب من الأسر والمجتمع والدولة الاهتمام بهم أكثر، وتدعيم المواهب أكثر. نعم، حتى نكتشفوهم وحتى كذلك نخلوهم يشاركونا في الحياة الثقافية والعلمية في هذا الجزائر الحبيبة. طيب، لأنه الثقافة الفلسطينية ولأن فلسطين ساكنة فينا ولأن الجزائر كذلك هو بلدنا، إسلام قام يعني عمل مزدوج جمع شعر محمود درويش وكذلك شعر الراحل مفدي زكريا. طيب، حصريا ولأول مرة في برنامج صباح الخير هذه الثنائية الشعرية بصوت النابغة محمد إسلام. محمد إسلام تفضل. نعم. هذه قصيدة للشاعر الراحل مفتي زكريا. هكذا يفعل أبناء الجزائر،
هكذا يفعل أبناء الجزائر. يا صلاح الدين في أرض الجزائر، سر إلى الميدان مأمون الخطى، وتطلع فوق هامات الجبابر. أنت جندي بساحات الوغى، وأنا في ثورة التحرير شاعر. زغردي يا أمه وابتهجي، فابنك الشهم فدائي مغامر. لا تقل لي ليتني بائع خبز في الجزائر لأغني مع ثائر. لا تقل لي ليتني راعي مواش في اليمن لأغني لانتفاضات الزمن. لا تقل لي ليتني عامل مقهى في هافانا لأغني لانتصارات الحزانة. لا تقل لي ليتني آمل في أسوانا حمالا صغير لأغني للصخور. يا صديقي، لن يصب النيل في الفولغا ولا الكونغو ولا الأردن في نهر الفرات. كل نهر وله نبع ومجرى وحياة. يا صديقي أرضنا ليست بعاقر. كل أرض ولها ميلادها، كل فجر وله موعد سائر. شكرا جزيلا، تحية كبيرة وكبيرة جدا للنابغة محمد إسلام الذي يعني أمتعنا بهذه الأبيات الجميلة. محمد إسلام، تحب هذه الشخصية، شخصية الشاعر الجزائري مفدي زكريا وكذلك الشاعر الفلسطيني محمود درويش؟ نعم. كيفاش تعرفت على هذه الشخصيات؟ هما شاعران المقاومة. نعم. الشاعران القويان اللذين قدم الكثير للشعر. نعم. قدم كثير كذلك ل يعني الثورة الجزائرية وفي نفس الوقت المقاومة الفلسطينية. طيب، كيف كانت الأجواء في قاعة المجار حينما يعني رفع عاليا صوت محمد إسلام وقدم هذه الأبيات؟ والله يا أخ نسين، ربما تسأل عنها ولكن أقول لك ما قيل. نعم. محمد إسلام أخذ 18 دقيقة. نعم. أمتع الشعراء وأمتع الحضور الجزائري والفلسطيني، وكان جمهورا جميلا جدا، وكان حضورا ساميا، والحمد لله على هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يا رب. ونتمنى والحمد لله، وهذا النداء اللي نقوله للجزائريين أن يهتموا بأولادهم، والحمد لله لدينا في سفارة دولة فلسطين، ونتمنى حتى من مؤسسة مفدي زكريا أنها تبنى محمد إسلام ثقافيا إن شاء الله يا رب، لأننا نعرفهم ولكن ما كاش اتصالات. لكن محمد إسلام في كل الجامعات يتكلم دائما عن مفدي زكريا، يتكلم على محمود درويش في ملتقيات مختلفة، ولأنهم دائما يشاركوا. نعم. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم محمد إسلام شاشي. فقط في الأخير كلمات فقط للأم، وش تقولها للأم محمد؟ نعم. هذه قصيدة لأمير الشعراء عبد الكريم معتوق الإماراتي، مهداة إلى كل الأمهات. أوصى بك الله مذ أوصت بك الصحف، أوصى بك الله مذ أوصت بك الصحف، والشعر يدنو بخوف ثم ينصرف. ما قلت والله يا أمي بقافية إلا وكان مقاما فوق ما أصف. يخضر حقل حروفي حين يحملها، غيم لأمي عليه الطيب يقتطف. والأم مدرسة قالوا وقلت بها، كل المدارس ساحات بها تقف. ها جئت بالشعر أدنيها لقافيتي، ها جئت بالشعر أدنيها لقافيتي. كأنما الأم في اللا وصف تتصف، إن قلت في الأم شعرا قام معتذرا، ها قد أتيت أمام الجمع أعترف.
النابغة محمد إسلام وعلى المباشر في برنامج صباح الخير. شكرا جزيلا لك محمد. المزيد من النجاح، قدرة في الإلقاء، ويعني موهبة تستحق يعني التشجيع والدعم. شكرا جزيلا كذلك لأبو إسلام. المزيد من النجاح والتألق إن شاء الله والتقدم في مختلف المجالات. شكرا جزيلا لكم. شكرا. برنامج صباح الخير هكذا هو فضاء خدماتي وفي نفس الوقت فضاء لاكتشاف المواهب ولإظهارها في مختلف الميادين والمجالات. ننتقل إلى ركن آخر من أركاننا، ركن طبق وتدبير مع خديجة جكون. أهلا صباح الخير خديجة. وعلى ما أظن